السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الصبر عندنا كلام كتير النهارده هنتكلم فيه بكل تأكيد، انما عايز حضراتكم تتفاعلوا معانا النهارده بشكل تفاعل مختلف شويه. تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك، توجهوا لنا اي سؤال، شوفوا انتوا عايزين تتكلموا في ايه، تسالوا في ايه، اي صفقه من الصفقات عايزين تعرفوا عنها اخبار، اي حاجه انتوا عايزين تستفسروا عنها ابعتوا لنا على 199 ده رقم الرسائل بتاعتنا، وابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090. طيب البطوله العربيه النهارده هتبقى القرعه ان شاء الله اللي هتحدد المواجهات اللي هتحصل في المربع الذهبي، وعندنا النادي الاهلي بكل تاكيد يشارك في هذه البطوله، وصل الى المربع الذهبي بعد فوزه على نصر حسين داي الجزائري، وبالتالي تاهله للدور قبل النهائي. البطوله وفقا للموافقات الامنيه هيحضرها 25,000 مشاهد، اتوافق على كده، والنهائي كمان نفس القصه، فمش هيبقى عندنا خالص اي مشكله في الجزئيه دي، جزئيه الجماهير يعني. فبتمنى ان شاء الله باذن الله بقى ايام ما يكون بقى الاهلي هيلاعب مين، هيقع قصاده مين، مش هي دي القصه. اهم حاجه بالنسبه لنا انه البطوله تخرج بشكل كويس، واما وان النادي الاهلي ما كانش بادئ البطوله هو في اعتباراته ان البطوله دي مهمه ولا حاجه، بس واضح ان الموضوع اختلف بالنسبه للنادي الاهلي لما بيوصل للمربع الذهبي. اختلف كمان لسبب بسيط له علاقه بانه كابتن حسام بدري مدير فني للنادي الاهلي قرر الاستعانه بمجموعه اللاعبين اللي كان مريحهم خلال الفتره اللي فاتت، مجموعه اللاعبين الاساسيين اللي شاركوا في بطوله الدوري وفي دوري ابطال افريقيا، خلاص بيستعين بيهم مره اخرى، وهيبقوا موجودين مع النادي الاهلي ضمن العتاد الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه باذن الله. طيب ابعتوا لنا، طبعا هتبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. عايز بس اتكلم معاكم في جزئيه مهمه قبل ما اروح للفصل الاولاني، الجزئيه اللي بتخص من سيعوض غياب احمد حجازي. محمود عزت حصل اتفاق ما بينه وما بين النادي الاهلي على ضمه، بقى فكره الاتفاق مع نادي سموحه الحقيقه يعني الموسم ده ورد لعيبه كتير جدا، والموسم اللي قبله زي ما كنا بنتكلم انه في ناديين تحديدا سموحه ومصر المقاصه اكتر ناديين استثمروا في مجموعه اللاعبين اللي موجودين. محمود عزت هو اللي هيبقى بديل اذا تم الاتفاق رسميا مع سموحه من خلال مهندس فرج عامر، ومن خلال اتصالاته واتفاقاته مع المهندس محمود طاهر. تعالوا نكمل. خالد بيقول لي صباح الخير يا ابو خليل، عايزك تتكلم عن صفقه نيمار لباريس سان جيرمان، ولو تمت على حسب الصحف هل باريس هيتحرم من دوري الابطال عشان قواعد اللعب المالي النظيف؟ ويا ريت تتكلم على صفقات النادي الاسماعيلي. بص يا عم خالد، هو موضوع نيمار النهارده حتى كمان الصحف بدات تتكلم في اوروبا عن تصريحات منقوله عن ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، قال لك انه مفاوضاتنا مع نيمار تتقدم بشكل كبير جدا. الرقم اللي هيدفع ده رقم مرعب، يعني 222 مليون يورو كشرط جزائي دول هيدفعوا، وبعديها اللاعب ده هيبقى اغلى لاعب في العالم. الصفقه كلها على بعضها توصل ل 500 وشويه مليون يورو، نص مليار يعني. ده رقم بين قوسين يعني عبيط، رقم لا يتخيله شخص، يعني ده بيدفع في لعيب، ما بيدفعش مثلا في طياره طيارتين ثلاثه، ده بيدفع في بني ادم حي بياكل ويشرب زينا. انما خليني اقول لحضراتكم انه الناس بتعرف تطلع الفلوس دي كويس، يعني هم مستثمرين شاطرين، وفي نفس الوقت برضو هي لعبه عامله زي بالظبط كده اللي ماسك بايده النار. طيب بناء على ايه بنقول الكلام ده؟ شوفوا اللي حصل في الصين خلال السنتين اللي فاتت. انا بقول لحضراتكم كلام يعني واقعي جدا جدا. الصين بعد ما دخلت بشكل عنيف جدا جدا في الاستثمار الرياضي بارقام خياليه، بداوا يشتروا كل اللعيبه تقريبا اللي في انحاء العالم بارقام فلكيه انت لا تتخيلها، و 50 مليون يورو للعيب انت لسه مطلعه. تفتكروا صفقه ايفونا كانت بالنسبه للنادي الاهلي صفقه خياليه لما جم اشتروا هنا نادي من الانديه الصينيه جه اشترى ايفونا. طيب بعد كل ده قال لك احنا عايزين ننقل الدوري الصيني نقله تسويقيه كبيره، هل ده نجح؟ المشكله او النتيجه النهائيه انه حاصل كساد كبير جدا 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 دلوقتي في الدوري الصيني. وفقا لاخر تقارير خارجه من هناك، الناس في الصين بدأت تفرض ضرائب تصل إلى 100% في موضوع الدوري ده تحديدا،
وبدات تحط قيود على استخدام اللعيبه الاجانب، يقول لك بقى نحددهم 4 لعيبه بس، بعد ما كانت سوق مفتوحه. ليه؟ الانفاق والصرف بدون حسابات ممكن يقودنا الى الحاله اللي احنا بنتكلم فيها دي. باريس سان جيرمان علشان يعرف يجيب نيمار عشان قواعد اللعب المالي النظيف لازم على الاقل يقدر يبيع لعيبه تدخله بتاع حوالي 150 مليون يورو، ده على حسب التقارير اللي خرجت من اوروبا. يا رب اكون رديت على السؤال اللي انت سالته بشكل يعني وصل لك المعلومه. زيما احمد بيقول هو حسين سيد مكمل مع الاهلي ولا ايمن اشرف؟ الاهلي خلص مع حسين سيد، مكمل لحد دلوقتي مع النادي الاهلي، موجود مع النادي الاهلي، وايمن اشرف طبعا موجود وخلص مع النادي الاهلي. وعلى فكره ايمن اشرف ممكن يتم الاعتماد عليه ك مش بس ناحيه الشمال كباك ليفت، كمان ممكن يتم الاعتماد عليه كمساك، بيفكروا في ده في النادي الاهلي يعني في حال اذا الحاجه اقتضت ده. كريم عبد الله بيقول عايز اعرف اخبار الزمالك وصبح لي على نفسك وعلى نادر مصطفى، انا قلت لكم اخبار نادي الزمالك. محمد مجدي بيقول صبح لي على نفسك كتير جدا، متشكر جدا على الكلام اللي انت بعته. احمد حسين شكرا ابو حميد على الكلام برضو اللطيف ده. خلونا يا جماعه يعني اسالوني اكتر، يعني اسالوا اكتر، ابعتوا في الاسئله، سيبكم من الموضوع بتاع المدح ده والقصه ديت، لانه خلاص احنا اخدنا على بعض وانا فاهم قد ايه انه انا يعني تقدير حضراتكم للبرنامج يعني طبعا، وانا كمان ببقى بتشرف جدا جدا بكل اللي انتوا بتبعتوه، بس خلونا دايما نتكلم في المضمون هيكون افضل. على طول ابعتوا السؤال بتاعكم. شريف امين بيقول ان شاء الله الاهلي هيكسب بطوله عربيه والنهائي الاهلي والترجي. في كمان نهى جمال بصباح الفل عليك يا كابتن ابراهيم، وسلم لي على نشأت كتير. يا عم نشأت جاي لك سلام من نهى جمال. ماشي يا سيدي. والله الواحد مبسوط انه بيشتغل في مكان بامانه شديده يعني. في واحد زي الاستاذ طارق ابو السعود هو مديرك يعني بامانه يعني. هو مش بس شخصيه تبعث على التفاؤل يعني، لا والله بجد جدع كده ده دخل علينا الحلقه وخلاص. يلا يا عم نشأت خلينا نكمل كلام. طيب المقاولين العرب وقصته ايه مع محمد فاروق؟ شوفوا بقى باختصار شديد كده وركزوا في الكلام اللي انا هقوله، وهو معلومه وفيها تخمينه. هحكي لكم القصه بتفاصيلها وايه اللي هيحصل فيها في موضوع محمد فاروق ده، بس تفكروني لو نسيت لان معايا تليفون مهم برضو، وبعد التليفون ده هتفكروني اتكلم مع حضراتكم في موضوع محمد فاروق. انا معايا على التليفون الاستاذ عبد الناصر محمد رئيس نادي النصر للتعدين. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك وصباح الفل. اهلا بيك، صباح الفل. صباح الجمال يا فندم. طيب بسأل حضرتك على احمد مدبولي، اخبار صفقته ايه وهل فعلا انضم لنادي الزمالك ولا لسه؟ والله ان شاء الله جاري، ويعني باذن الله ان شاء الله ينتقل باذن الله ان شاء الله ينتقل. طيب ينتقل ان شاء الله. المفروض امتى يكون الموضوع خلصان او ايه اللي موقف الموضوع؟ لا النهارده ان شاء الله وبكره بالكثير. لا ان شاء الله خلصت الحمد لله. خلصت ان شاء الله. بكام 2.5 مليون؟ يعني اكتر من كده، يعني نقول 3 مليون كمان ليه 3.5. والله خليها كده تمشي. انتوا خايفين من الحسد ولا ايه؟ زي كده. طيب عموما ببارك لك على الصفقه ديت وعلى انضمام احمد مدبولي لنادي الزمالك. طيب هل في حد تاني من اللعيبه بتوع النصر للتعدين انضموا لاي فرق من فرق الدوري الممتاز ولا لا؟ في احمد جوده راح المصري، وفي ايزي ان شاء الله طريقه للانتاج ان شاء الله. ايزي رايح الانتاج. طيب لسه يعني، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله. الصفقات اللي انتوا بعتوها باي حال من الاحوال تقدر يعني تكون لكم ميزانيه محترمه ترجعكم تاني للدوري الممتاز ولا لا؟ بتوفيق الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ناويين ترجعوا الدوري الممتاز باذن الله. الاعلان الرسمي امتى عن صفقه احمد مدبولي؟ نعم. الاعلان الرسمي امتى عن صفقه احمد مدبولي؟ الاعلان الرسمي لا لسه. اخدتوا فلوسكم كاش ولا هتاخدوها على اقساط ولا هتاخدوها ازاي؟ والله دي برضه يعني حاجه تمشي، يعني تمشي. حاجه تمشي ازاي؟ تعدي يعني
تعدي يعني. طيب. تعدي السؤال ده. اعديه يعني السؤال ده. طيب يعني انتوا اتفقتوا مع عدي. حاضر ماشي. انا تقريبا كده عديت كل حاجه، فماشي. هي اهم حاجه في البتاع في المداخله ان احمد مدبولي بقى في نادي الزمالك. خلاص اتفقنا. باذن الله باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ عبد الناصر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ عبد الناصر محمد، رئيس نادي النصر للتعديل. طيب انا قلت لكم تفكروني قبل المداخله، بنبارك لجماهير نادي الزمالك انضمام احمد مدبولي لصفوف نادي الزمالك. على فكره كان عنده عرض من اليونان. زعلت جدا من الاخبار بتاعت ان عمرو ورده ساب باوك اليوناني. اتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق وينضم لنادي من الانديه الكويسه. عمرو لعيب مميز يعني، ايا ما يكون ما تعرض له يعني، هو غلطان فيه او مش غلطان فيه. افتكروا بقى الكلام اللي انا بقوله ده هو معلومه وقدامها كمان شويه استنتاج. ايه المعلومه؟ المعلومه انه نادي الزمالك عايز محمد فاروق. الاستنتاج ونادي المقاولين العرب حط رقم كبير. حط رقم كام؟ 15 مليون، وكان في 300,000 سابقين قبل كده. مستحقات ماليه متاخره من صفقات كان تمت ما بين الزمالك وما بين المقاولين العرب. ف 300,000 قال لك انتوا عارفين فاكرين اللي هو ايه يعني، مثلا ايه مش 15 مليون ويحطوا 300,000 فيهم، اللي هو 99 جنيه و99 قرش ما يقلوش قرش. طب يا راجل ما تقول 100 جنيه على طول. عموما محمد فاروق قصته بالظبط كده، انه نادي